لاحظوا ما رواه العياشي عن إمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليهما، يقول: ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته. يكون واحد من الأبالسة يكون حاضر في وقت ولادة المولود لابد. فإن علم الله أنه من شيعتنا، إن علم الله أن هذا المولود من شيعتنا، حجبه من ذلك الشيطان. الله يحجبه من ذلك الشيطان، فلا يتمكن الشيطان من أن يطعن فيه أو يؤذيه. وإن لم يكن من شيعتنا، أثبت الشيطان إصبعه السبابة في دبره فكان مأبونا. إذا لم يكن من الشيعة، الشيطان يجعل إصبعه في دبر هذا المولود حتى لما يكبر يكون مأبونا، أي يكون منكوحا. فإن كان امرأة، هذا المولود لم يكن ذكرا، فإن كان امرأة أثبت في فرجها، وضع إصبعه السبابة في فرجها فكانت فاجرة. فعند ذلك يبكي الصبي بكاء شديدا إذا هو خرج من بطن أمه. أنتم لاحظوا بعض الأطفال لما يولدون يبكون بكاء اعتياديا، البعض الآخر يبكي بكاء شديدا ويتواصل ويكون واضحا. هذا اعلم أنه بسبب الشيطان على ما نطقت به هذه الرواية. فعند ذلك يبكي الصبي بكاء شديدا إذا هو خرج من بطن أمه، والله بعد ذلك يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أي أنه لو افترضنا أن الشيطان فعل هذا في هذا الذي لا يكون شيعيا، فإنه